سندوتشات. سندوتشات ايه؟ فانيلات وشرابات ومحتاجات. تم. دم. قيام. جلوس. صباح الخير يا بنات. صباح الخير يا أستاذ. النهارده بقى نبتدي بدرس التاريخ عن الحركة العرابية وكيف بدأت. قول انت يا نعمة. الحركة العرابية لم تظهر فجأة، بل كان لها مقدمات وأسباب، وأهم هذه الأسباب ظهور حركة الجامعة الإسلامية، وكان روح هذه الحركة وزعيمها الأول جمال الدين الأفغاني الذي حث في نفسه أن يرى العالم الإسلامي، وقد تفرقت كلمته بعد أن كان وحدة لها قوته وخطرها في المجال الدولي، فنادى بفكرة الجامعة الإسلامية. كفاية يا نعمة، أحسنت. لسه يا أستاذ، كيف تطورت وكيف أصبحت ثورة؟ كفاية، اقعدي. صمامة، غشاشة وفتانة، لكن شاطرة وناجحة والألفة كمان. تم. دم. سندوتشات بالشرابات والفانيلات وحاجات ومحتاجات. مين اللي جاب الحاجات دي؟ ما فيكوش واحدة شجاعة تقول أنا اللي جبتها. أنت بأي حق تفتحي الدرج بتاعك؟ وانت بأي حق تشتري حاجات زي دي؟ قيام ما اقدرش اقول. وماله يا كوثر، يمكن عاوزة تهدي بيهم اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه إيه ده أنت اللي تعرفيه قليلة الأدب. بتشتمي قريبة ماما؟ وإيه يعني قريبة ماما؟ أنا اللي يهني في كرامتي أدوسه بجزمتي. جزمتك؟ جزمتك الجديدة ولا القديمة؟ أنا فاهمة قصدك كويس، لكن تسمحي لي أقول لك يا بنت الإمبراطور، أنت في نظري ما تسويش الفردة القديمة. ما دام الزبون لبس الفستان خلاص. المدير فين من فضلك؟ ايوه مسيد ادمون. نعم. حضرتك المدير؟ ايوه مدموزيل. أنا امبارح اشتريت من عندكم فستان ب 580 قرش، رحت البيت لقيت فانيلات وشرابات وحاجات. ازاي الكلام ده؟ لازم حصل خطأ. على اي حال خلي الحاجات دي هنا، ولما يجي الراجل افرض إنه ما رجعش تاني. في ساعتها هديكي فستان تاني بنفس الثمن. ما تشوف الحاجات دي تمنها كام وادوني بدلهم. حاضر. الحاجات دي ب 840 قرش. زي بعضه يا سيدي، أنا راضية. حضرتك شرفي بكره الصبح تاني، وثقي ان الفستان بتاعك هيكون موجود. أنا مش فاضية علشان أفضل كل يوم أروح واجي. مش لازم تيجي بنفسك، ابعتي خدامتك. خدمتي. مادموزيل، اي حد يقدم الوصل ده من طرف حضرتك هياخد الفستان. ميرسي. ايه ده؟ مش تفتح؟ حضرتك تعرفني؟ لا. امال بتعكسني ليه؟ عشان عاوز اعرف. وعايز تعرفني ليه؟ اصلي شفتك متضايقه ومتنرفزه صعبتي عليا. وانت ايش عرفك اني متضايقه ومتنرفزه؟ بالفراسه. انت ما درستيش في المدرسه علم الفراسه؟ درست، بس ده مش بيسموه علم الفراسه، امال بيسموه ايه؟ بيسموه علم الرذاله. تعرفي دي احلى نكته سمعتها في حياتي. تعرف دمك تقيل قوي. الله الله، ألذ شتمه شتمتها في حياتي. طب اتفضل بقى روح لحالك. اروح ازاي وانت محتاجالي؟ انا محتاجه لك؟ انت بتخرف ولا ايه؟ انا بنجم واشوف البخت. لا يا شيخ. تحبي اقرا افكارك؟ انت متضايقه قديمه. ومتنرفزه. برضه قديم. وضايع منك حاجه، والحاجه دي اتبدلت بحاجه. يعني كنت شاريه حاجه لقيتيها حاجه تانية. قديمه دي؟ لا مش قديمه. لكن انت عرفك. باين في عينيكي. باين ايه؟ في العين دي فانيلات وشرابات، وفي العين دي فستان. الله. ايه انت ايه؟ ما انا الشيخ حسن. الله يرحمه.
هو انت اي نعم. شله يا شيخ حسن، فين الفستان بتاعك؟ حي. حاضر. اتفضلي. ميرسي. الوصل ده تستلم بيه شراباتك وفانيلاتك. سعيدة بقى. على فين؟ مروح؟ انت ساكنه فين؟ وانت مالك؟ بتسأل ليه؟ عشان اوصلك. يا اخي ده بعدك يا شيخ حسن. طيب على الاقل نتعرف ببعض. انا حسن عبد اللطيف، مهندس. وانا نعمة عبد العال، تلميذة في مدرسة ثانوي. انا ساكن في الجيزه. وانا ساكنة في مصر الجديد. لكن السكه دي تودي الزمالك. ها؟ رايحة ازور واحدة صاحبتي. انا عاوز اشوفك مره تانية. انا ما اتعودتش اقابل حد. انا مش حد، ده انا الشيخ حسن. انا اشكر الشرابات والفانيلات لانها عرفتني بيكي. يا سلام، ده انت شاطر في الانشاء قوي. وانا معجب قوي بيك. انا؟ ايوه، انت اجمل انسانه شفتها في حياتي. طب اتفضل بقى. انا مش هضايقك. اوصلك؟ طيب ارجوكي ما تبخليش عليا بصداقتك. مع السلامة بقى. شيخ حسن. اتأخرتي كده ليه يا نعم؟ لحقت يا ماما. عملتي ايه؟ قابلته. قابلتي مين؟ الفستان. لقيتيه؟ وكلمني وقال لي انت اجمل انسانه شفتها في حياتي. هو مين ده اللي قالك الكلام ده؟ الشيخ حسن. شيخ حسن؟ ندرن علي والنادر يوفي الدين. لو نجحت في الامتحان يا شيخ حسن لا اذبح لك عجل. يا سلام، يا سلام، يا عارف لو شفتها هتتلوح. تلوح مين يا ابني؟ ده انا ياما وردت عليا بنات. دي مش بنات يا استاذ. امال ايه؟ ستات؟ ولا ستات. دي ملاك من السماء، نموذج حي من الجمال الرباني. وحصل سلام؟ مال حصل. وهو كلام؟ حصل. وموعد ثم لقاء؟ لا 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 لا، دي مش بتاعت مواعيد. دي تلميذة محترمة. في الجامعة؟ لا، في ثانوي. في ثانوي؟ بتحب تلميذة في ثانوي؟ ما شاء الله. وهتخطبها بعد الفترة الأولى ولا في الملحق؟ دي كتكوتة كتكوتة. كتكوتة في ثانوي. الواحد لما يحب يقوم يحب فرخة في بكالوريوس تجارة، بطة في لصانس آداب، مش كتكوتة في ثانوي. حضرتك بتريل، واسمح لي اقول لحضرتك يا ميت غلق على حضرتك. الله باش مهندس قد الدنيا ويقع في غرام عيلة صغيرة. أحسن منك يا صايع يا ضايع يا صاحب عش الغرام. ماله عش الغرام؟ بتقع في حتت من كل صنف. دي تفاحة من باليه، أناناسة من كباريه، خيارة بس ما تكملش، جاتك القرف. جاهل في الحب. أنا جاهل يا حسن؟ جاهل. أنا حسن؟ جدا. طب احنا هنتخانق ليه؟ أنا هفضحك في الدنيا بحالها، هلم عليك البيت والجيران الجيران. خالتي يا خالتي. ايه ده؟ انت مش هتبطل الشقاوة دي يا واد. شقاوة مين ونقاوة مين؟ تعال اسمعي آخر الأخبار. اخبار كويسة ولا زي عوايدك؟ ابنك العزيز حسن أبو علي حرامي المعيز قول ومن غير تريقة. واقع صريع الغواني. ايه؟ بتحب؟ بيحب تلميذة عيلة صغيرة بتقول واه. تعالى هنا. ازاي يا واد تحب وتقول لابن خالتك على الاسرار دي وتخبيها عليا انا؟ ولا على رأي المثل الام اخر من تعلم. ها؟ ده انا هملص لك ودان. استني بس يا ماما. شوفي بقى، من جهة حبيت فعلا حبيت، انما من جهة ما قلتش لحضرتك فلسه ما جاش الاوان. كده؟ ده انا منى عيني يا حسن اني اخطب لك واجوزك، وانا ليا غيرك؟ ده انت وحيد يا حسن. وحيدك يومين دبلي في حتة عيلة صغيرة. انت مالك يا بارد يا حشري؟ انت تروح تقعد في عش الغرام بتاعك. ايش فاهمك انت بس في الحب؟ مش كل الحب يا أستاذ اللي يتاكل لحمه. انت عارف دي مين؟ بنت مين؟ أصلها إيه؟ عيلتها من عيلة مين؟ اهو كلامك ده في منتهى العقل، مظبوط، لك حق. ميرسي يا خالتي. قبل ما تحب لازم تختار، لازم تعرف هي مين وبنت مين
واذا كانت عيلتها توافق عيلتنا. ده اول شرط يا خالتي. ولك عليا اني اروح بكره الصبح اخطبها لك. انا موافق يا خالتي. ابوسك يا ماما، ابوسك يا خالتي. الشنطة الشنطة. رحت فين يا نعمة؟ الشنطة فين يا نعمة؟ جيتي منين يا نعنع؟ اللي واخد عقلك يا نعمة؟ فين؟ 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 الفطار فين؟ استلمت عقلك على الترابيزة. على الترابيزة؟ فطار ايه يا ماما؟ المدرسة، الشنطة. تعالي هنا هتروحي من غير فطار. تعالي هنا يا بنت. اختي هتلاقي البنت دي. ايه اللي جابك هنا؟ صباح الخير. صباح الخير. ليه؟ لقيتهم فين؟ مطرح مكانه. وكانوا فين؟ كانوا يا مكان. لا صحيح، كانوا فين؟ في المحل. وانا كنت بقول نسيتهم فين؟ نسيتهم فين؟ اللي واخد عقلك. مالكش دعوة. اشوفك انت. شايف حاجة؟ مختش؟ عارف. عارف. عارف ايه؟ اللي هتقول عليه. ليه يا شيخ؟ طب هقول ايه؟ ايه؟ ايه يا قيس؟ قول لي. حلوة قوي. وخفيفة. موت. انا بحبها عارف. وانا بموت فيه. ايه ده؟ ايه؟ انا ولا انت؟ انت يا اخي طبعا. طيب ايه رأيك بقى؟ بسيطة. صاغه، جواهرجي، دبله، مأذون، شبكه، مهر، اتمختاري يا زينه، فوق، جانم يا لالي، تحت، وخلاص. بذمتك لو ماما شافتها برضه هتتمسك بالحاجات اللي في دماغها؟ دماغة مين؟ سيب الحكايه دي عليا انا. حسن. ايوه. سوق. حاضر. صباح الخير يا بنات. صباح الخير. اتفضلوا استريحوا. طلعوا كتاب الجبر. افتحوا صفحة 42. حلوا التمرين الخامس. اعذريني إن كنت لجأت للحيلة دي، لكن أعمل إيه؟ وحشتيني، وحشتيني قوي. امبارح كنا مع بعض، ومن ساعتها وأنا بحب امبارح، وافترقنا من غير ميعاد. عندي كلام كتير عاوز أقولهولك. نعمت. أفندم يا أستاذ. تكتبيش ليه؟ أصل عندي مغص. بسرعة بسرعة وام. والنبي يا أستاذ مش قادرة أستنى. يلا يلا. يا ده سكوت. أنا حسن عبد اللطيف، قصدي يعني الشيخ حسن. الشيخ حسن ده بيشتغل مهندس في البحر الأحمر، طول النهار يا عيني في وسط طوب ورمل وحاجات ومكانات، وبالليل يا عيني يدخل أوضته وحيد غلبان، لا أنيس ولا جليس. صعب عليا الشيخ حسن، قلت له دور يمكن تلاقي الإنسان اللي يعطف عليك في وحدتك. قام نزل يدور. تعرفي جراله إيه؟ إن كنت عاوزة تعرفي، أنا مستنيكي بكرة الساعة 5 عند الهرم الكبير، وإن ما كنتيش عاوزة ما تجيش، وإن ما جيتيش أبقى أنا ما عجبتكيش، لكن هتيجي. إلى اللقاء.
ساكتة ليه؟ خايفة يا حسن. مني؟ لا، أمال إيه؟ أول مرة أخرج فيها من ورا أهلي، ما كنتش أحب. أرجوك، عايزة أرجع البيت تاني، مش قادرة أقعد. ويرضيك يا نعمة تقابليني عشان تسيبيني؟ ده أنا ما صدقت أشوفك. مش عارفة أقول لك إيه. كلام كتير يا نعمة، يا تقوليه انتي، يحسوا من قلبك، يشوفوا في عينيكي. نعمة، أنا حبيتك. نعمة، بص لعينيا وانت تقري فيها كل معاني الحب. رد يا نعمة، اتكلمي. عمري ما سمعت الكلام ده يا حسن. اسمعي دقة قلبي وانت تفهميه. أنا مش عاوز أحس إن حب من طرف واحد يا نعمة. قولي لي بحبك يا حسن، قوليها وريحي قلبي. كده وقعتني يا حسن. يا ريت أقدر أوقعك. هتكسب إيه؟ حياة سعيدة مع إنسانة جمعتني بيها الصدف. حبيتها وهي مش قادر أعرف إذا كانت بتحبني ولا لأ. سيب إيدي يا حسن. أسيبها لمين يا نعمة؟ أنا بتقلب. وأنا بتعذب. ريحني. ريحي لي قلبي. عايز إيه؟ قولي لي بحبك يا حسن. وأنا لازم أقولها بلساني؟ يعني بتحبيني؟ أمال يعني قابلتك ليه؟ طب قوليها. ما تتقلش. أسمعها. ما تتسمعش. أمال؟ دي تتحس بس يا حسن. نفسي أسمعها. بس هنا. طب أوصلك لحد البيت؟ لا يا سيدي، كله إلا البيت. حاضر. مع السلامة يا شيخ حسن. مع السلامة. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله. ازاي الحال كده؟ الحمد لله. سيجارة؟ متشكر. اللي قول لي من فضلك، أفندم، الفيلا دي بتاعت مين؟ دي بتاعة الست إحسان خير الله، كبيرة المفتشات بوزارة التعليم. ولها ولاد؟ لا، بنت واحدة لسه تلميذة. متشكر قوي يا حاج. لكن حضرتك تبقى مين؟ انا من بتوع التعداد. سلام عليكم بقى. ماما إيه؟ الحقيني يا ماما. خير يا حبيبي. الحقيني. تجرني كده ليه؟ الحقيني. أنت اتجننت يا حسن. بس لا تقولي لي ولا تعيدي لي، هي دي وبس. هي إيه؟ وزارة التربية والتعليم مالها؟ مخلفة حتة دين بنت. اهي دي اللي انا عاوزها يا ماما. جمال وخفة وأدب ووزن وتوب، خالي من العيوب يا قصب. أمها إحسان هانم كبيرة مفتشات وزارة التربية والتعليم، من بدري تروح تخطبيها لي. ايوه يا ابني، بس مش لما نعرف هي مين وبنت مين واصلها ايه. تأكد انك هتنبسطي جدا من اختيار ابنك ده. انا الشيخ حسن. طب وساكنه فين يا شيخ حسن؟ فيلا عظيمة جدا في الزمالك. طب حاضر، من عينيا الاثنين بكره اروح اخطبها لك ولا يكون عندك فكر. ابوسك ابوسك يا اجمل ام في الدنيا. اتفضلي. متشكره. ماما، فاطمة هانم، حرم المرحوم عبد اللطيف باشا المستشار. فاطمة هانم، أهلا وسهلا. حضرتك تركي؟ لا، عربيه. خسارة. عبد اللطيف باشا كان صاحب كتير باشا بتاع احنا. على كده بقى احنا معرفه قديمه قوي. عبد اللطيف باشا من الناس الأكابر المعروفين. اتفضل يا فندم، اتفضل. متشكره يا هاني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مش هطول عليك الحديث. انا ليا ابن وحيد ما عنديش غيره، بيشتغل مهندس في البحر الاحمر،
كل شهرين عنده اسبوع واحد اجازه، ففي الاجازه بتاعته المره دي شاف بنتك واعجب بيها. ادي الكارت بتاعه وادي صورته. بلا سؤال ده نسب يشرف، بس بنتي لسه تلميذة ولازم تتمم دراستها. افتكر ان ابني ما عندوش اي مانع يخطبها ويستناها لغايه ما تتمم دراستها. إذا كان كده أنا أرحب. بس مع الاسف الشديد يا هانم هو اجازته تخلص بكره بالليل. اتفضلوا بكرة نشرب فنجان شاي سوا ونتقابل ببعض. اكون سعيده جدا يا هانم. القهوة جاي. ان شاء الله بكره نشربها شربات. بإذن الله بإذن الله. أرمار يا فندم. مامي. بنت ما شاء الله ما شاء الله، عروسه حلوه قوي يا هانم. ان شاء الله بكره الساعه 8 بالليل هنيجي نزورها بإذن الله، ده شرف كبير. اخبار يا حلوه. فرصة سعيدة هنا. متشكره يا اختي عليها. قال لي مين دي؟ هانم حرم واحد باشا كبير. اسمع كوثر، انت بكره سرح شعرك ووضب نفسك كويس. ايه واحنا معزومين؟ سؤال ما فيش. تاني يوم في حياه الام اليوم اللي تفرح فيه بابنها، خصوصا لما يكون واحدها زي حسن. مش كده برضو ولا ايه؟ اهلا اهلا بعروستنا الحلوه فاطمة هانم، والدة المهندس حسن عبد اللطيف. أهلا وسهلا. اهلا بك يا حبيبتي. كوثر العب شويه بيانو علشان فاطمه هانم. هي من موزيل كوثر بتلعب بيانو؟ يا سلام شاطر كتير برنجي. طب تسمحي بقى تسمعينا حاجه من ايديكي الحلوه؟ كفاية بقى يا حبيبتي، أحسنتي. قومي بقى حضري لنا الشاي. هي بسلامتها لها اخت تانية؟ لا يا هانم، أنا ما خلفتش غيرها وما اتجوزتش بعد أبوها. غريبه، لكن حسن ابني بيقول لي انه شاف مدموزيل غيرها هنا. مدموزيل غيرها؟ ما فيش مدموزيل غيرها. احنا متاسفين يا فندم، يظهر ان المساله حصل فيها سوء تفاهم. انا جاي عشان اخطب البنت اللي شفتها وعرفتها وحبيتها. تسمحي لي حضرتك بسؤال؟ اتفضل. مالكيش قريبه عايشه معاكي هنا في سنها تقريبا؟ قريبة؟ ايوه، اسمها نعمه. نعمة؟ نعمت دي بنت دادا؟ لا يا فندم، مش بنت الداده. تحب تشوف؟ خديجة خديجة نعم يا ست هانم. فين بنتك؟ في أوضتها تحت. انزل اندهله. مفيش داعي يا ماما. حصل خير يا فاطمة هانم. والله يا هانم انا مش عارفه اقول لك ايه. احنا تشرفنا بمعرفته. انا متاسف يعني. معلش، ما حصلش حاجة. بالاذن يا فندم. مع السلامة يا فندم. مع السلامة. شفت الملعون بنتك عمل ايه؟ عملت ايه يا ست هانم؟ كلم شبان في السكك، اكذب عليهم، قول لهم انا بنتي احسان هانم. دي جزاء المعروف، دي جزاء اكل عيش في البيت دي. امشي من هنا انت وبنتك بره. لا يا ماما، ما تقولش للدرجة دي. احنا ما نستغناش عنهم، دول برضه مننا. بنتك غلطت غلطة شنيعة. ما دام اتجرأت وبتكلم الشبان كان لازم تفهمهم هي مين وبنت مين. لكن تستغل اسمي عشان توصل لغرضها، ده منتهى الاستهتار. لازم تكلميها وتفهميها مركزها كويس. انا ما اسمح لهاش ابدا انها تستغل اسمي بالشكل ده. حاضر يا ست هانم.
عملت كده؟ انت ضربت في عقلك يا بنت؟ تكلمي رجاله؟ يا اخي يا وصلتي هو ده اخر التعب؟ ده انا حفلت عشان اربي وشربت المر عشان اكبر، عاوزه تلبسه امك العار؟ من فضلك حاسبي على كلامك، انا ما عرفتكيش. واللي حصل ده ايه؟ كل بنت بتتمنى العاده لنفسها. تقوم تكلم الرجاله؟ انا ما عرفتش واحد من الشارع، انا عرفت اسم وعيله ومركز. لو كنت انا كمان اسم وعيله كان زمانك واخداني في حضنك وبتزغرطي لي وتهللي لي وتقولي لي مبروك يا نعم. لكن ما فيش وقت، انا اتولدت تحت وهفضل طول عمري تحت. طب ما تشدي حيلك وتاخدي الشهاده وانت يبقى لك مركز. ما بيقولوش معاها شهاده ايه، بيقولوا بنت مين واهلها مين. اهلها ناس اشراف، ابوها كان راجل فلاح بياكل من ضربة فاسه، وامها واحده فلاحه بتخدم بعرق جبينها. ما هو علشان كده هفضل طول عمري تحت. ليه؟ هو انا قصرت في حقك يا بنت؟ يا ريتك كنت قصرت في حقي وربيتيني في عشه فراخ فوق سطوح، كنت بقيت زيك. لكن انا دلوقتي ايه؟ حصلت ايه؟ ولا حاجه. لا انا قادره انزل وابقى زيك، ولا قادره اطلع وابقى زي غيري. عارفه ليه؟ عشان انا بنت خدامه. هتفضل رايح جاي زي المكوك؟ ما انتش ناوي تسافر لشغلك؟ سيبني عارف دلوقتي، دي مسألة تخصني أنا لوحدي. وليه؟ واهلنا نقول لهم ايه؟ أرجوك يا ماما كفاية بقى، أنا حر في تصرفاتي. لا ما انتش حر في تصرفاتك، الكلام اللي بتقراه في القصص والروايات ده تشيله من دماغك. هتكتب ايه في تذكرة الدعوة يا حضرة الباش مهندس؟ هتقول تتشرف فاطمة هانم الحديدي بنت الحديدي باشا وحرم المرحوم مصطفى باشا بدعوة حضرتكم لحضور حفل قران نجلها الوحيد على بنت خديجة هانم الخدامة. خدامة، غسالة، طباخة، مش بني آدمة يا ماما، وبني آدمة كاسحت عشان تعلم بنتها. مش يجوز بنتها دي في يوم من الأيام بالعلم والثقافة تبقى دكتورة، أستاذة، محامية؟ هيمنعوها من الامتحان لأن أمها خدامة؟ سيبك بقى يا ماما من العنجهية بتاعت زمان دي، أيامنا دلوقتي غير أيامكم، كلنا ولاد 9. ولاد 9 ولاد 10. انا قلت الجوازة دي مش هتتم، يعني مش هتتم. انت فاهم ولا لا؟ اخلص. بقول لك هتتم. أنا آسف يا ماما، ما أحبش أبدا أخرج عن طوعك، إنما عواطف ملكي أنا حر التصرف فيها. وبالنسبة لنعمة ده قرار اتخذته. أنا ما أحبش أسافر يا ماما وأنت غضبانة عليا. أرجوك يا ماما، أرجوكي، أنا حبيتها، ما تحرمنيش من الحب اللي فيه سعادتي. فكري كويس يا ماما، أنا واثق إنك هتوافقي. أنا منتظر منك مكالمة تليفونية أو تلغراف. أشوف وشك بخير. الراجل ده عاوزك. حضرتك الست نعمة عبد العال؟ ايوه. أنا من طرف الباش مهندس. أيوه، الست والدته عاوزاكي تبقي تفوتي عليها النهارده. عاوزاني انا؟ أيوه، والعنوان أهو. يا جمعة، ستيلا، passe-moi le téléphone.
Allô? Oui. Monsieur Simon? C'est Madame Hadidi qui parle. Vous m'avez envoyé une facture aujourd'hui, hein? تمن البروش اللي طلبته علشان اقدمه هديه لبنت واحده صاحبتي. 500 ليبر؟ طب من فضلك ابعت لي حد علشان عايز ادفع ال 500 جنيه كاش. Au revoir et merci. انت جايه من عند الخياطه يا شاطره؟ لا، حضرتك بعتيلي. أنا نعمة. نعمة؟ نعمة مين؟ آه أهلا وسهلا، اتفضلي، تعالي استريحي، ما تتكسفيش. يا جمعة، يا نفيسة، الخدامين دول مضايقني قوي اليومين دول، صنف بطال ملوش أمان. تشربي إيه يا عروسة؟ لا ولا حاجة، متشكرة قوي. يا ترى حسن ما أنا كنت عايزة أتكلم معاكي في الموضوع ده بالذات. أنا اتشرفت قوي بمعرفة حضرتك. وانا كمان، بس انا متضايقه شويه. ما يصحش انكم تتفقوا انتوا الاتنين من غير ما نعرف. الزواج السليم ما يتمش الا بالتفاهم والصراحه بين الخطيبين، ومش بس بين الخطيبين، لا، لازم يكون فيه تفاهم وكفاءه بين العائلتين. مش كده يا عروسه؟ أنا وحسن بنحب بعض صحيح، لكن ما اتفقناش على الجواز. حكايتك انت وحسن اتكتبت من الاول غلط. حسن ابني حب من غير ما يفكر. حضرتك عايزة تقولي ولا حاجة، بصي كويس حواليكي وانت تعرفي انا عايزة اقول ايه. بصي كويس وانت تعرفي ايه اصل حسن وفصل. ابوه الباشا كان وزير، وجده كان رئيس وزراء، وخاله كان مستشار، وعمه يعني عيلة مأصلة أبا عن جد. فانتي خلصت ان ابن الحسب والنسب ده يتجوز بنت تلميذة صغيرة طمعانة في فلوسه؟ لا، ومين أمها؟ خدامة. لكن أولاد ابني أنا يقولوا لمين يا خال؟ للطباخين والخدامين والسفرجية؟ أرجوك كفاية كفاية. انت بتقاطعيني يا خداعة. اسمعي، لما عايزة تشيلي ابقي شيلي على قدك، ولما عايزة تلبسي ابقي البسي الثوب اللي يناسبك، وانت عارفة كويس قوي ايه اللي يناسبك. يا جمعة، يا راغب، انتوا جايين ايه النهارده؟ وين البنت دي طريقتك؟
انت نعمة عبد العالي تلميذة في مدرسة البنات الثانوية؟ ايوه. اتفضلي معانا على الاسم. على الاسم ليه؟ على الاسم. عملت ايه بس؟ صنف ملعون. بنت يهرب، امشي في الشوارع. كنت فين بنت؟ جاوب. ازاي تعملي العمله دي؟ تقصدي ايه بكده؟ اسمع احسان، كوثر مش كلم بنت دي، انت كمان مش كلم، انا كمان مش كلم. مدرسة يوك، مصاريف يوك. انت اقعد هنا اشتغل خدام، امسح مراتي وامك. كفايه بقى، انا ما اسمحش لحد يهين كرامتي، وكمان ما حدش له دعوه بيا. كده طبعا انا ماليش سلطان عليك لاني مش امك. اتفضلي اتصرفي زي ما انت عايزه. يلا يا ماما. شنجنة كسكس، الله يحمل بلا مرسي. ده انت كنت في كره وطلعت مره. الكلام ده مين اللي علمهولك يا بنت؟ مين اللي ودك عشان تهربي؟ ما حدش وزني، كفايه بقى. لا، ما بقتش اخاف منك ابدا، ما بقتش اعمل حسابك ابدا. ده انا اقطم رقبتك. قولي لي هنا، كنت بتعملي ايه؟ كنت نايمه فين؟ وقضيتي ليلتك ازاي ومع مين؟ اتكلمي، ده انا ادفنك بالحي. ما انا مدفونه بالحي. انا خلاص زهقت من هنا، مش عايزه اعيش مع اسياد تاني. وانا ايه، هفضل طول عمري بنت خدامه؟ مهما رحتي ومهما جيتي ومهما كبرتي ولا عليتي هتعيشي وتموتي وانت بنت خديجه الخدامه. لا، انا خلاص ما بقتش عايزه اعيش معاكي. ما دام انت راضيه بنفسك بالذل والهوان، فضلت تخدميهم بالسنين وتمسحي لهم البلاط، وكل ده على حساب حياتي انا. عشان اربيكي واخليكي بني ادم، وهم دخلوكي المدارس وعلموكي وصرفوا عليكي. ايوه، وعايروني وقالوا لي يا بنت الخدامه، في كل حته بنت الخدامه، في المدرسه بنت الخدامه، في الشارع بنت الخدامه. حتى لما ربنا بعت لي انسان يحبني واحبه سابني ومشي. عارفه سابني ليه؟ عشانك انت. اخلصي يا عديمة الخير. هو ده اخر الشقاية؟ ان كنت شايفة لك سكة تانية يلا اتفضلي روحي امشي فيها، لكن مش هتكسبي ابدا طول ما انا عايشة على ظهر الدنيا. قلبي ورب غضبانين عليك اليوم الدين. يلا اخرجي عن طوعي، انت مش بنتي ابدا، انسي ان ليك امي. يلا بره، يلا بره 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 بره. برضه مفيش جوابات ولا تلغرافات. ده كلام. اسمع يا طاهر، انا هاخد اجازه وانزل مصر احسن. مش عاوز حاجه؟ سلم لنا على الجو. يا اخي انت رايق. مع السلامة يا أنس. انا حسن عبد اللطيف، اظن شفتيني قبل كده. مش واخدة بالي يا ابني. انا جاي اكلمك بخصوص نعمة. لقيتها يا ابني. لقيتها؟ هي راحت فين؟ ده أنا بحسبك جاي تبشر. حصل ايه؟ طفشت يا ابني. طفشت؟ أنا السبب. اعمل معروف يا ابني، دور لي عليه. أنا ماليش رجالة يقفوا جنبي. ساعدنا الله يساعدك. اطمني، انا هدور لك عليها. نعمة تهمني زي ما تهمك تمام. عندك شهادة يا عروسة؟ عندي الإعدادية. وعاوزة تشتغلي؟ أيوة. بالإعدادية؟ أي شغلة، أنا شاطرة قوي. جربني يومين وإن ما نفعتش ابقى اطردني. أرجوك، أنا عايزة أشتغل علشان أعيش، علشان آكل. طب استريحي يا بنتي. مستريحة كده. اسمك ايه يا شاطرة؟ نعمة عبد العال. أبوكي موجود؟ أبويا وأمي ماتوا. وقاعدة مع مين؟
قاعدة لوحدي. تعرفي انجليزي وفرنساوي كمان. وحساب؟ وهندسة وجبر وكيمياء وطبيعة، واكتب عربي كويس. طيب اتمشي كده، مشي. ها؟ مشي. ماشية؟ ايوه اتمشي. انا هجربك في وظيفة سكرتيرة واشوفك تنفعي ولا لا. أنفع والنبي أنفع، ده أنا شاطرة في كل حاجة، وبكرة هتنبسط مني قوي. بس الوظيفة دي تحتاج لنشاط جامد. إيه، ده أنا كل نشاط. وتحتاج كمان للمظهر. انت مظهرك كده مش عاجبني قوي. إيه؟ ليه؟ انت هتقابلي ناس وعملاء، فلازم يكون مظهرك احسن من كده. أصل أنا تعبانة وما غيرتش هدومي. انا هساعدك ربنا يخليك. وهديلك ما هي جنيه في الشهر؟ في اليوم. يعني 30 جنيه في الشهر؟ بالظبط. ربنا يخليك يا رب. الو، صباح الخير يا تيتي. اسمعي يا ستي اخر النيوز، هقولها لك بالديكتيشن، افهمي. نعمة عبد العال لقوها فين؟ لا يا شيخة بتتكلمي بجد؟ طبعا، ما هو ده اللي كان منتظر. طب ما تيجي شوية، ليلى موجودة كده. طب أورفار. مالها نعمة؟ شافوها لابسة ومتشيكة وعاملة في نفسها آخر بهدال. فين؟ في شارع قصر النيل في عمارة كوراي. ايوه. طيب وهو كذلك، انا موافق. مع السلامة. اتفضل. برافو يا نعمة، شاطرة. انا مبسوط منك خالص. العمل اللي انت مكلفة بيه ده فوق طاقتك، وده طبعا يلزمه نشاط. انا ملاحظ ان كلك نشاط، وعشان كده تستحقي علاوة. هيبقى مرتبك 35 جنيه. 35 جنيه؟ أنا مش عارفة إزاي أشكرك. انت بتاخدي اجرة مجهودك وتعبك، وعلى قد اخلاصك انا هكافئك. إن شاء الله هكون عند حسن ظنك. انت زي بنتي، ولا ما يعجبكيش الراجل العجوز ده يبقى ابوكي؟ يا ريت. خلاص اعتبريني ابوكي، ما تخجليش مني. اي حاجة تعوزيها قوليلي. سيادتك مش مخليني محتاجة لحاجة أبدا. أنا مدينة لك بحياتي. العفو يا بنتي. في خدمة تانية؟ لا متشكر. لو فيه اي حاجة نبقى نكمل الشغل في البيت. عندك مانع؟ أنا تحت أمرك. عن إذنك. اتفضلي. أمي يا حبيبتي، كده يا نعمة تعملي في أمك كده؟ وطي صوتك يا ماما. أنا كنت هبعتلك عشان تقعدي معايا، بس كنت مستنية لما أعمل بيت. أمال أنت قاعدة فين دلوقتي؟ مأجرة أوضة مفروشة. أوضة مفروشة؟ يعني مش ناوية ترجعي معايا؟ أنا كده مرتاحة قوي. وهنت عليك أمك يا نعمة. قلتلك وطي صوتك. أنا هنا مركز كبير قوي، كل الموظفين بيحترموني، مش عايزة حد يعرف إني. ما تخافيش، ما تخافيش يا بنتي، ما حدش هيعرف إن أنا أمك. يا آنسة نعمة، أفندم. إذا كان ممكن أنا مضطر أخدك معايا البيت عشان نكمل بقية الشغل. أمرك يا فندم.
تبقي فوتي عليه عشان اشوفك. نعمة. يلا يا نعمة. حاضر. نعمة. انا لما رجعت الطلبات دي لقيت الجواب ده. معلش بعدين هنشوف كل حاجة بعدين. تاخدي كاس ويسكي؟ متشكرة، ما بشربوش. بلاش، اشرب انا بدالك. بالهنا والشفا. في صحتك. الاربع جوابات دول فيهم. وبعدين معاكي، هو احنا هنا في الشركة عشان تعملي سكرتيرة؟ انت هنا ضيفتي. الله، انت زعلتي ولا ايه؟ لا ابدا. تحبي تسمعي مزيكا؟ انا عندي هنا تسجيلات مدهشة. تعالي تعالي شوفي الريكوردر بتاعي، مدهش، مفيش منه 2 في البلد. الله، ايه ده حضرة المدير؟ ولا حاجة ولا حاجة. انت جايبني هنا علشان كده؟ لا 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 ابدا ابدا، انا هلبسك وستتك واخليكي تسكني في سرايا، هتعيشي معايا على طول لحد ما اموت وتورثيني. انا مش عايزة اتجوز. بلاش جواز، نعيش مع بعض كده ونحب بعض ونتمتع ببعض. اوعى اوعى تسيبني. مش عيب تقولي للمدير بتاعك سيبني؟ ده انا بدفع 35 جنيه في الشهر. انت بتدفعهم لي علشان كده؟ امال يعني فكرة عشان ايه؟ ده انت يا دوبك اعدادية. ما هي اللي انت بتاخديها دي بياخدها مدير كبير قد الدنيا عنده شهادات تقلك، لكن انت عندك ايه عشان تاخدي كده؟ انت في سوق الوظايف ما تساويش 3 جنيه، لكن انا بدفع 35 جنيه عشان مزاجي، ومستعد ادفع 100 200 1000، بس انت سيبني قلت لك سيبني. وطي صوتك، البيت كله سكان. اعمل معروف والنبي خليني اخرج من هنا. في 60 داهية، انت مرفوضة، مرفوضة بالثلاثة. اهلا، ازيك يا ابني؟ الله يسلمك. انا جاي اطمن عليكي اولا واسال على نعمة. مفيش اخبار عنها؟ خير يا ابني، الحمد لله. لقيتيها؟ اه، بتشتغل في شركة ادوني عنوانها اهو. هي بتيجي البيت امتى؟ ما بتجيش، ساكنة لوحديها. ليه؟ كيفها كده يا ابني، ما هياش عايزة تقعد مع امها، بتستعر. تعر من امها؟ أنا عملت اللي عليا واكتر، لكن الشيطان لعب بعقلها وسابتني. والله أنا خايفة عليها يا ابني. ما تخافيش، خلي ايمانك بالله كبير. آمنت بالله. انا هروح لها حالا وابقى اتصل بيكي بعدين. ربنا معاك يا ابني. من فضلك توصل ده للانسه نعيمه. الانسه نعيمه خلاص. خلاص ايه؟ وصلت. وصلت فين؟ لباب الشارع. يعني ايه؟ يعني اترفدت. وهو كل يوم على الحال ده يا ابني، يخرج من الصبح ما يرجعش الا بالليل، ولا اكل ولا شرب ولا راحه. انا مش فاهم الجدع ده جرى لعقله ايه؟ تكونش البت دي مثلا بتشبشب له؟ ده كان يوم اسود يوم ما عرفها. دي تبقى مصيبه كبيره لما ابن الاكابر يتجوز بنت الخدامه. هو مش مسافر النهارده؟ ايوه. لا مش مسافر، انا طلبت اجازه اسبوع. وايه اخره الاجازات دي يا حسن؟ ما تعال بقى يا اخي، ايه الجوازه العر اللي هتموت نفسك عشانها دي؟ انا ما اسمحلكش تتدخل في شؤوني. دي مش شؤونك، دي شؤون العيله كلها. محدش في العيله له حاجه عندي. ايه؟ امي وبس. طب ما تسمع كلام امك يا اخي. امي مش عاوزه تفهمني. طب يلا اتوكل على الله وروح شوف شغلك يا حسن. انا مش مسافر قبل ما اخطبها. نعمة هتسافر معايا وتعيش معايا. الفساتين دي زفرة ولا نظيفة؟ يعني ايه؟
يعني مسروقه ولا بتاعت حضرتك؟ لا بتاعت حضرتك. عشان انا حد الله ما بيني وما بين الحرام. انا راجل صاحب عيال، ما تودينيش في داهيه. حاسبني يا رب. تدفع فيهم كام؟ حاسبني يا رب ان كنت ظالم. 120 قرش. كل ده وما انتش ظالم. حاسبني يا رب. اتفضلي يا ستي، ادي 90 قرش تحت الحساب. سيبي الاوضه دلوقتي. ليه؟ ده انا بعت هدومي علشان ادفع لك الفلوس دي. مش شغلي. شهاداتك ايه؟ مؤهلاتك ايه؟ 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 ما تفتكريش ان احنا هنشغلك ممرضة. امال هشتغل ايه؟ الممرضات لهم مدرسة مخصوص وبياخدوا منها شهادة. ما انا معايا شهاده الاعداديه. نشغلك بيها تمرجية. زي بعضه. ابني انا. يقولوا لمين يا خالد؟ الطباخين والخدامين والسفرجيه؟ عملت في نفسك كده ليه؟ هو ده اخر المطاف؟ انت شايفه نفسك كويس في المرايه؟ بصي شوفي، عارفه بقيتي ايه؟ خدامه 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 خدامه. اما انت يا نعمه بقيتي حته مقلبجيه. امال فتكه سكره تمشي على الحبل ما تقعش، تسرق الكحل من العين. كفايه بقى يا جماعه لحسن هفرقع زي البالونه. قدامي بيتك. يا ساتر، وانت عامله زي اللي واكل رجلين فراخ. خش يا اختي وجعتي لي دماغي. يا جماعه اسمعوا يا جماعه. ها، ايه رايكم نلعب 10 كوتشينه؟ ايه الشاي ده؟ صاحبك؟ لا صاحبي ولا صاحبي. تصبحي على خير يا نعمه. يعني حنان تصبحي على خير يا اختي. وانت من اهله. ولا اقول لكم تيجوا نقعد شويه ونتكلم؟ لا انا عايزه انام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. ماما وحشتيني يا ماما، وحشتيني قوي. أعوذ بالله. أنت نعمة.
اتغيرت؟ هو ده مستقبلك اللي كنت خايفة عليه مني؟ كنت بتستعر من أمك عشان تبقي معرة الناس كلها. انا مش عرة ولا حاجة، انا دلوقتي عندي فلوس وعندي بيت وبقيت ست نفسي. الست اللي تشرب خمرة وتلبس عريان وتخش بيتها وش الصبح ما تبقاش ست. بتشتغل ايه؟ بتكسبي منين؟ اتكلمي. وطي صوتك يا ماما. لا ده كان زمان، انت دلوقتي اللي توطي صوتك، انت اللي تطي راسك في الطين. الله، انت جايه تحاسبيني ولا ايه؟ مين اللي دلك على مطرحي؟ قطع قلبي هو اللي دلني، يا ريتني سبته يتقطع حتت ولا شفتك في الخيبه القويه دي. بقى اسمعي ما اقول. حد الله ما بيني وما بينك. روح يا شيخه، فوضت فيك الامر لله. افهميني بس يا ماما. انا مش امك، انا بريئه منك. قلبي وربي غضبانين عليك اليوم الدين. ماما ماما. فين يا جماعه؟ عندها لي بسرعه، عايز اشوفها بسرعه، عايز اقابلها، عايز اشوفها. يلا يلا يلا، مد رجلك، ما تبقاش برد. يلا يا عارف بيه، الست شرفت. اهلا وسهلا خالتي، اهلا وسهلا. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا عاد؟ ما حد زيي ابدا يا خالتي. خلاص فرفش يا خالتي، زقطت يا خالتي، الشر زاد يا خالتي. بص على ده شر، بص على دي ايام. من غير دش، كفايه الكرب اللي انا فيه. كرب مين يا خالتي؟ ده ربنا بيحبنا. الحمد لله على كل حال، بس اللي بيحز في قلبي الحاله اللي وصل لها حسن، واللي زاد وعاد الخمره اللي ما بيفوقش منها ابدا، وليل نهار بيفكر في البنت اللي جابت لنا البلاوي دي كلها. ابشري يا خالتي، انا هخليه ينساها. البت اللي عايز يتجوزها ابنك بتشتغل. اهدى يا ولد. بتشتغل رقاصه في كباريه. انت متاكد؟ طبعا متاكد، وليها زباين. شفتها بنفسك؟ وشربت معاها. وبعدين يا عارف؟ انا عارف ايه اللي هعمله. صحة الجمال والدلال والحب وايامه. انت بتحب يا روح؟ حد الله، ربنا يكفيني شره. ليه هو الحب وحش؟ الحب بلد، واللي يبتلي بيه الله يرحمه. ده انا ليا قريب شاب مهندس في البحر الاحمر، كان زي الورده المفتحه. حسن ابن خالتي، ما انت عارفه يا محمود. ماله؟ الله يرحمه. مات. بعد الشر، ان شاء الله هي اللي تموت. كان بيحب بنت تلميذه في ثانوي، كان عايز يتجوزها. امه رفضت، البنت طفشت، عقله شط، لا نوم ولا اكل ولا راحه ولا حاجه ابدا. ساب شغله وساب بيته وساب كل حاجه، نازل على الخمره ليل ونهار، هيتجنن عليها ومش لاقيها. وبعدين؟ ولا بعدين ولا قبلين، صحة الجمال والحب والدلال. اسمع من فضلك. انا ايوه. نعم. عايزه اسالك على قريبك المهندس. انت تعرفيه؟ اعرف التلميذه اللي كان بيحبها. في عرضك دليني عليه. يعني يهمك قوي انك تعرفها؟ ابوس ايدك عشان خاطر الغلبان اللي هيموت عليه. انا التلميذه اللي كان بيحبها. انت نعمت؟ ايوه. يا فرج الله، اروح ابشره، ده انت هترجعي له حياته. في عرضك الحقيقه قبل ما تطلع روحه. وهو فين؟ في بيتي. اقدر اشوفه دلوقتي؟ هو ما بيرجعش الا بعد نص الليل. اسمعي، الساعه 1 تمام تديني تليفون في النمره دي، وادي العنوان. هيرضى يقابلني؟ لما اقول لك تعالي تاخدي تاكس وطيران، وسيبي الباقي عليا انا. يا مساء الكاسات والطاسات، قوم بينا قوم. على فين؟ انت معزوم عندي في الحظ،
في الانبساط. يا حسن يا ابن خالتي، قالوا في المثل الحظ مستشفى الزعلان، وانت زعلان فلازم تروح مستشفى الحظ، وليس هناك مستشفى للحظ سوى عش الغرام. هيا بنا هيا. ماليش مزاج. هتلاقي المزاج اللي يعجبك. انا معايا بنتين، مفيش كده، انا واحده وانت واحده. هما فين؟ هيجولنا على هناك. طب ما تجيبهم هنا. لا، هناك احسن. تملى الكاسات وتقول يا حلو يا كاس، يا سلوى للناس، بتسهر الليل تبوس وتنباس، يا حلو يا كاس. هيا بنا هيا نطوي الغرام طية، لا خير في الدنيا، هيا يا شيخ هيا. انتوا ناس فاكريني مقطب. ايوه هو. ايه اللي هو ايه؟ ايه يا جماعه، ما يصحش كده. احنا مش جايين نتخانق، ده احنا جايين علشان لا احنا جايين عشان ننبسط ونفرفش، مش نقعد زيه كده زي الطرطور زي ما هو. الو. ايوه اسمعي، تعالي حالا، اركبي تاكسي وتعالي بسرعه. باي باي. امال فين يا ولد انت البنت اللي قلت لي عليها؟ اشرب، جايه حالا. هجيبهولك حالا، بس خش في الأوضة. وصل. حبيبي، انت وصلت بيك الدرجه للسقوط انت بتتكلم كده ليه؟ وجايه تاخدي اجرتك مني؟ حسن، ابعد عني. دلوقتي بس عرفتك على حقيقتك، عرفت صحيح تمثلي دور التلميذه البريئه، وانت في الحقيقه احقر من دود الارض. حسن ابعد عني. افهمني. حسن، انت قلت له عني ايه؟ فهمته ايه؟ ظلمتني يا شيخ، روح ربنا ينتقم منك. نزلة شعبية حد. سل؟ لا مش سل. امال ايه؟ لازم تاخدوا بالكم منها، ما تسيبوهاش لوحدها، لو حصل مضاعفات يعمل سل. بعد الشر يا دكتور، ما تقولش كده، اطلب لها الشفاء. الشفاء من عند الله. اتفضلي رشد، استأذن انا. اتفضل.
يا ندمتي سل. عزيزة هي اللي بتقول. يكفينا الشر. لا مش سل، لكن الدكتور قال لو يحصل مضاعفات يعمل سل. يا ساتر يا رب، ده الواحد ما يهوبش ناحيتها لحسن يتعدي. هي نعمة ما بتنزلش ليه؟ مسكته برد. ده سل وانت الساد. سل. عواطف 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 مفيش حد سابوني كلهم سابوني كلهم. ماما مالك يا سعاد؟ ماليش. خد اشرب. لا. بطلتها؟ ايوه. يا بختك. وجاي ليه دلوقتي؟ عشان تطينها على دماغي اكتر واكتر؟ انا جاي اعزي نفسي. وانا جاي اتنيل على عيني. تعرف ليش صنف اشربه يتولني؟ عايز اسكر، عايز ابنك ضميري. انت بتخرف. من يوم الحادثه اياها وهو ماسكني من رقبتي. مين ده؟ ضميري طير النوم من عيني. بديله في خمره ليل ونهار مش عايز يهمد ابدا. انا خلاص فاض بيا يا ابن خالتي. انا هعترف لك. حسن، نعمة مظلومة. الطريقة اللي قدمتها لك بيها كانت حيلة أنا دبرتها علشان أنقذك. أعمل إيه في عقلي الوسخ؟ هو اللي دلني. لكن لما شفتها الغلبانة وهي خارجة من الأوضة بتبكي وقالت لي ظلمتني منك لله، ضميري صحي، ومن ساعتها ما همتش أبدا. سامحني يا ابن خالتي، أنا ظلمتكم انتوا الاتنين. وماما كانت عارفة ده كله؟ أيوه. أنا هقول لك على كل حاجة من طقطق لسلام عليكم. دي حكاية مجردة من أي نوع من أنواع الإنسانية، من أي نوع من أنواع الرحمة والرأفة والشفقة. انا ما اعرفش عنها حاجه. ابن خالتك بيخرب. المسألة واضحة زي الشمس. مفيش داعي أبدا يا ماما إنك تخبي عليا. يا ماما، يا ماما، أنتوا مش أعدائي عشان تنتقموا مني. أنت أمي، أمي، ويهمك هنايا ويهمك سعادتي. طبعا عملت كده لأنك بتحبيني وخايفة عليا. لا يا ماما، أنت مش خايفة عليا، أنت خايفة على اسم العيلة، خايفة على المظاهر، خايفة على التقاليد بتاعتكم. دي أنانية يا ماما، أنانية. بس كفايه كفايه يا حسن. انا كنت فاكره ان اقدر ابعدك عنها بالطريقه دي. ما كنتيش قادرة تلاقي طريقة تانية غير القسوة دي. ذنبها إيه المسكينة؟ إيه الجريمة اللي جريتها عشان تجيبيها في بيتك، بيت العز والأصول والتقاليد، وتذليها؟ إيه اللي كان هيجرى العيلة الكبيرة لما اتنسب عيلة صغيرة شريفة؟ فهميني يا ماما، إيه اللي كان هيجرى؟ أنت اللي جنيتي عليها، وكنت قابلتيها بعطف وحنان، وعملتيها كأم. ما كانش بقى ده مصيرها أبدا. كل اللي حصل لها ده أنت مسؤولة عنه يا ماما. ذنبها في رقبتنا احنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عايزة أشوف أمي. دلوقتي بس حسيت ان ليكي ام، مش دي اللي كنت بتستعري منها؟ كسبتي ايه؟ الندم. وايه فايدة الندم بعد اللي عملتيه؟ أنا عارفة. أنا اللي جنيت على نفسي. وجنيتي على الست الطيبة اللي ضحت بروحها علشانك. أشوفها. سافرت بلدها. انت عايزه مين يا ست؟ الحاج متولي جبال. انت تقربي له؟ بلديات. اتفضلي تعالي معايا. حاج متولي يا جد الله، حاج متولي، حاج متولي، واحدة بلدياتك عايزاك. مين يا اخويا اللي من بلدي؟ انا بقالي 10 سنين لا زرت البلد ولا حد زارني منها. انت مين يا شابه؟ مش فاكرني يا حاج متولي؟ أهني خديجة بنت إبراهيم أبو عوف. بنت ابراهيم ابو عوف؟ مرات عبد العال الفرماوي؟ إيه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، يا مرحبا بك يا بنتي. امال فين جوزك؟ تعيش أنت. مات؟ إيه. امتى؟ من 3 أشهر. الله يرحمك يا عبد العال يا ابو لسان عفوف. أنا سبت البلد على حبة عيني من جوه ومش عاوز أرجع لها تاني. ليه يا بنتي؟ أهل جوزي عاوزين ياخدوا بنت مني. ياخدوها منك ليه؟ أليه خايفين لا أتجوز. هو أنا لا ضفر عبد العال. حاج متولي، أنا جاية قصد ربنا وقصدك. انا الاتنين يا بنتي. أنا بعافيتي وما كلش من الشغل أبدا. شوف لي شغلانة أتعيش منها. يلا بينا وارزقكم من حيث لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا حاج. جمعا يا بنتي. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. يا ارحم الراحمين ارحمنا يا رب. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. صدق الله العظيم. يا رب. تعالي يا خديجة. استغفر الله. يا خديجة يا بنتي، إن شاء الله بكرة ربنا هيفرجها وهتبقى عال. بس أنا عايزك تتجدعني كده، المشوار قدامك طويل وعايز صبر وجلد. ربنا يقويني يا حاج. شوفي يا بنتي، الأوضة دي بقالي فيها 12 سنة، إيجارها 25 ساعة. أهي من دلوقتي بقت بتاعتك باللي فيها. استغفر الله العظيم يا بنتي، استغفر الله العظيم.
وانا يا بنت الليله دي هروح اشوف لي بيت من بيوت الله هنزل ضيف عليه لغايه ما ربنا يفرجها بكره الصبح. ادي العيش وادي الغموس، وان شاء الله ربنا يعدلها. يسترها معاك يا حاج. الله يسلمك. ربنا ما يحرمك من نظرك وعافيتك. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بس. طبعا يا ضناي، غصب عني يا روح. بس انت وبعدها معاك يا وليه انت. هو انا كل ما اخش عليك الاقيك عماله تهشكي وتدلعي؟ البت وشها تهلب من الميه السخنه. ما تخلصينا بقى في يومك اللي مش فايت ده. حاضر يا ستي. اسمعي يا وليه انت، قومي سيبي الغسيل. قومي يا حبيبي، واحده ثانيه تكملي. قومي بس، يلا قومي يلا قومي كده. ما اسمعي ما اقول، ما هو حاجه من الاثنين، يا تشوفي شغل كويس يا تقعدي انت وبنتك في البيت. يلا مان. يا بنتي يا انتي يا بنتي يا انتي يا بنتي. خديجه يا خديجه، ليلتك بيضه ليلتك بيضه، جنة الفرج يا بنتي جنة الفرج. شغلانه بالهنا والشفا. لا عاد حد يا بنتي يهددك ولا حد يقول لك يا انت يا بنتي هتبقي موظفه حكومه. بالنبي صحيح. ايوه حياه النبي. الله يستره. محمد افندي الكاتب كلم حضره البشكاتب، حضره البشكاتب كلم حضره البيه المفتش، وحضره البيه المفتش كلم سعاده الباشا المدير، وسعاده الباشا المدير امر بتعيينك فراشه في مدرسه الروضه. وعارفه هيدوكي كام كل شهر؟ 225 سنه. بشرك بكل خير يا حاج، بتولي نعمه. وعارفه يا بنتي هيدوكي علاوه كل سنتين قد ايه؟ 12 سنه ونص. حلوين. ايوه حياه النبي. بس انت الشغلانه دي من بكره ان شاء الله. انت كريم يا رب. انا نبهت عليكي 100 مره ما تجيبيش بنتك وياك. وسيبها لمين يا ست الظابط؟ المدرسه مش مسؤوله. ولو كان لي حد كنت فتها عنده. يعني ايه مش عارف تسمعي كلام؟ فوتي قدامي على حضره النصر، فوتي يلا فوتي قدامي، فوتي. صباح الخير يا حضرة النظر. صباح الخير يا حميدة. أنا نبهت على الفراشة دي كم مرة ما تجيبش بنتها وياها، مفيش فايدة، مش عايزة تطيع الأوامر. أوامرك على العين والراس يا ست الظبط، بس أودي بنتي فين يا إخواتي؟ اتفضلي أنت يا حميدة. حاضر يا فندم. واقفلي الباب وراك. حاضر. اقعدي اقعدي. عمرها كم شهر؟ 9 أشهر و12 يوم.
وملكيش حد تسيبيها عندهم؟ ماليش يا ست الناظرة. أنا ما أقدرش أكسر قوانين المدرسة وأسمح لك باصطحاب الطفلة معاكي. هتطرديني يا ست الناظرة. أنا أم وليا طفلة عمرها شهر، أبوها مات قبل ما نشوفها. أنا مش هكلمك باعتباري نظرة مدرسة. أنت أم وأنا أم، وإحنا الاتنين مشكلتنا واحدة. أول نوبة أسمع كلام حلو من يوم ما جيت مصر. الدنيا لسه بخير. أنت باين عليكي ست طيبة أوي. اقعدي. أنا هعرض عليكي مشكلتي باعتبارنا أمهات زي بعض. بنتي اتولدت في ظروف عصيبة ونزلت ضعيفة، ويشاء القدر إن يحرمها من أبوها ومن غذائها الطبيعي، وللأسف مش لاقية المرضعة اللي أثق فيها علشان أسلمها ضنايا. أنا يا ست الناظرة. يعني ما يضايقكيش إن بنتي تشارك بنتك في غذائها؟ أبدا يا ست الناظرة، الاتنين معزة واحدة. أشكرك، أنا مش هنسالك الجميل ده أبدا. ودلوقتي نرتب مواعيد الرضاعة سوا. الصبح تيجي عندي في البيت ترضعيهم هما الاتنين وتسيبيهم في رعاية والدتي. الظهر أديكي أجازة ساعة تروحي ترضعيهم وترجعي. بعد الظهر تقعدي عندي، وبالليل تاخدي بنتك وتروحي. إيه رأيك في الترتيب ده؟ أنا ختمتك يا ست الناظرة. إحنا أمهات يا دادا خديجة. اتفضلي روحي شوفي شغلك دلوقتي. كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي. نعمة نعمة، قولي كل سنة وانتي طيبة الكوثر. بس يا إحسان، دي بنتي تخين بعدين فطس بنتك. ده امسك بنتك. مهما كان دي بنت أصول، لازم يكون في أصول تقاليد. ما تزعليش من كلام ماما، دي قلبها طيب. أبدا يا ستي، أنا معشاها بقالي سنة وعارفة طبعها. وما تقطعيش زيارتنا، مش عشان فطنتي كوثر تقومي ما تجيش. لا، زي العادة تجيبي بنتك الصبح وتاخديها بالليل. من عينيا يا ستي. تعالي معايا، عندي حاجة حلوة علشان. تعالي. واحنا جينا. يلا يلا يا حلوة، يلا يا حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. المرتة الحلوة. اهدي. استني يا حلوة. اما نتفرج. اديتنا ايه الست؟ اديتنا حاجات حلوة. الله يا حلاوة. شوفي يا نعمة، شوفي الحاجات الحلوة. شوفي الهدوم الحلوة. ربنا يخليها ست النظر ويخلي لها بنتها. دي جزمة حلوة قوي. وريني رجلك يا نعمة. وريني اما نقيسها لك. وريني. استنى احسن، ده انا باين لي جبت الفردة اليمين ولا الشمال. هي. وريني رجلك يا حبيبتي. وريني. دوسي كده يا حبيبتي. ها، ضيقة عليكي؟ لا. واسعة؟ لا. عجبتك؟ لا. ليه؟ دي قديمة. قديمة؟ أبدا. أيوة قديمة. أبدا، ده جديدة. يا سلام، هو أنا عبيطة؟ دي قديمة، أنا عاوزة واحدة جديدة. حاضر، من عينيا الاتنين. يلا بينا بقى على المدرسة. سمعيني المحفوظات لحسن عندنا امتحان. وأنا أعرف أقرا يا بنتي. طب حطي إيدك على الكلمة وأنا سامة. حاضر. هه. أبي من لي أحب من أبي ومن أعز من أبي. إذا طلبت حاجة أبي يجيب مطلبي. إني أراه سعيد في كل أمر متعبي. يا رب أبقي لي أبي، يا رب أبقي لي أبي. ماما هو بابا شكله إيه؟ لحسن أنا ما شفتوش. واقع. لا مش واقع، رجلك على الخط.
وانت يا نعمة جبت الكتفي؟ انا مش رايحه المدرسه. ليه يا حبيبتي؟ مش هلبس الجزمه دي ابدا ابدا ابدا. كده؟ طيب، وحياة مقام السيدة زين لقايمة من الفجر ورايحة على أحسن بنك واشتري لك جزمة من اللي تضرب مزيكا. بس تكون احسن من بتاعه كوثر. أحسن من بتاعت كوثر؟ ولا عشان مامتها نظره وانتي ليه يا ماما بتشتغلي فراشه؟ أمال يا ضناي، وانت بكرة تكبري وتتعلمي وتاخدي الشهادة وتشتغلي وتريحي ناني من الشغل. يعني تفضلي تشتغلي فراشه لحد ما اكبر واشتغل؟ وماله يا ضناي، انا اشتغل فراش واشتغل خدامة واشتغل اي حاجة عشان اعلمك واكبرك. يا رب خليني اكبر بسرعه واخد الشهاده وما خليش ماما تشتغل فراشه ابدا. يا ضناي، قضية ايه يا ست حميدة؟ قضية وقف كبيرة قوي، بقالها 10 سنين في المحاكم، عزب وأطيان وسرايات. كذبتها النهارده الست النظرة. النبي تستاهل كل خير، ربنا يعلي مراتبها وتترقى وتبقى مفتشة. مفتشة ايه يا هبلة؟ دي بقت أغنى من الوزير. والنبي تعالوا ما نبارك لها. يلا بينا. مبروك يا حضرة النظرة. مبروك يا حضرة النظرة. الله يبارك فيك. الله، أمال فين ده خديجة؟ ما جتش النهارده يا فندم وما اختارتش. ونعمة بنتها برضه ما جاتش يا فندم. ليه يا ترى؟ امبارح في فسحة الظهر كوثر بنت حضرتك اهانت نعمة كتير قوي في وسط البنات وعايرتها بأمها وحبت تقلعها الجزمة بتاعتها، فيظهر انه الموضوع أثر في نفسية الطفلة فخلاها تكره المدرسة. وعملت ايه مع كوثر؟ والله يا فندم، لا يا ست فوزية، كان لازم تعاقبيها. ابعتي لي كوثر حالا. حاضر يا فندم. حلوة يا ضنايا؟ حلوه قوي يا ماما. قوي 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 يا ماما، ربنا يخليك وتعيشي لي لحد 100 سنه. وتعشيلي يا ضنايا. ماما انا بكره هروح بيها المدرسه وامشي كده واغيظ البنات. طب اقلعيها بقى عشان ما تتوسخش. خليني بيها يا ماما. هتنامي وانت لابساها. لا هاخدها في حضني. ضايعة. يلا. قفشتك يا كتكوته يا هرابه. ست الناظرة، دي خطوة عزيزة، ده احنا زرنا النبي. اتفضلي شرفي. انا جيت اطمن عليكم. انت ما جيتيش ليه المدرسه النهارده؟ اصل اشيتي كانت بعافية وقلت افتح شوية. ودلوقتي الحمد لله تستاهل الحمد. والبنت الصغيره زيها بخير، سألت عليك العافية. يعني مش زعلانه من حاجه؟ حد يشوفك ويزعل يا ست الناظرة. ان جيتي للحق لو في حد زعلان ولا واخد على خاطره هو انا. ليه كفل الشر؟ انا عرفت انك متضايقه من تصرفات مش لطيفه عملتها كوثر. مو حد يزعل من العيال. القصد اسمعي، المهم من بكره عايزاكي تيجي تقعدي عندي في البيت وتستقيلي من المدرسه وتعيشي معانا على طول. مرتبك هيكون ضعف اللي بتاخديه دلوقتي، ايه رايك؟ داني خدامتك يا ست الناظرة. ده خديجه، انا قلت لك احنا امهات. اسمعي يا نعمه، انت لسه زعلانه من كوثر؟ ايوه. خلي قلبك ابيض يا بنتي. معها حق تزعل، كوثر غلطان. انت مش غلطانه يا كوثر؟ ها؟ ايوه يا ماما. اسمعي يا حبيبتي، دي مين؟ دادا اللي ربعتني. طيب والدادا يعني ايه؟ ماما. طيب قولي لي بقى، والحلوه دي مين؟ اختي. طيب مش تبوسي اختك وتقولي لها انا متاسفه؟ انا متاسفه يا نعمه وما عدتش هزعلك تاني مره وانا ما عدتش خصمك قوي. هموتك، هكسرك يا وحش يا ملحق. يا ماما يا ماما
والفار. الله. نعم. انا عندي مفاجأة حلوة علشان. الفستان ده علشان تلبسيه في الحفل. معلش يا أبلة، أنا عندي. ده جديد يا حبيبتي. معلش، مش عايزاه. انا هزعل منك. اسمعي، خدي ده دلوقتي وليكي عليا، اذا نجحتي اخر السنة اشتري لك واحد جديد. ميرسي. وبترميه ليه يا حبيبتي؟ مش عايزة ألبسه. وما تلبسهوش ليه؟ ده حلو قوي وباين عليك جديد. هو الفستان اللي يخرج من دولاب كوثر يبقى جديد؟ اسمعي، أنا عايزة فستان جديد علشان أحضر بيه الحفلة. وهنجيب الجديد منين دلوقتي؟ بسيطة قوي، اديني فلوس وأنا أروح أشتريه. النبي ده مش وحش يا نعمة. يا ماما ما أقدرش ألبسه، البنات كلهم شافوه على كوثر وإحنا في رحلة القناطر. النبي ما حد بياخد باله. ماليش دعوة يا ستي، أنا مش أقل من البنات دول كلهم. اسمعي، أنا كبرت خلاص، بقيت أشوف وأفهم كل حاجة، لازم أحس إني بقيت بني آدمة زيهم، لازم يبقى لي كيان. ولا يعني علشان أنا بنت الدادة أو ما اتهزق. فاشر، معاش اللي يهزقك، ده انت احسن منهم 1000 مرة. بالكلام ولا بالفعل؟ بالفعل. طب إيدك. عاوزة كام؟ 10 20 30. 30؟ ليه؟ هو انت هتتجهزي يا نعمة؟ زي بعض يا ستي، خليهم 10. ما تخليهم 2. 2 ايه يا ماما؟ وانا هشتري بيهم ترمس؟ الله. طب ما نخليهم يلا يا ستي قبل المحلات ما تقفل. طب نشوف معايا كام. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. ادي 1 2 3 4 5 6 جنيه اهم كل اللي معايا. تاخدي منهم كام؟ اخد كام؟ هاتي يا بنت كلهم. اختي عليك. شوف يا بنت يخليكي ليا يا ماما. من فضلك، فين الدور اللي فيه الفساتين؟ البطاطين على ايدك الشمال. الفساتين. اسانسير اول دور فوق. تحبي تقيسي؟ طبعا. طب اتفضلي معايا. شيك خالص، مش عايز اي تصليح. قولي لي يا مدموزيل، انتوا مش بتعملوا تخفيض للتلاتة؟ اقدر اعمل لك تخفيض 5%. 5% يعني 20 قرش بس. يعني 2 جنيه يا مدموزيل. ليه؟ الفستان مكتوب عليه 4 جنيه اهو. 40 جنيه. ايه؟ لا تعالي العيني بسرعة. طب ايه رأيك في الفستان ده؟ تشوفيه؟ 610 يعني هو 5 يعني 580 قرش يا دوب. اعمل لك البون؟ يكون احسن. كيس. مش تفتح؟ متأسف. حط قطرة، حط ششم، البس نظارة. نضارة يا فندم. يكون احسن.
لما تقفي قدام المرايه عاوزالك ساعتين. مش اما اوضب نفسي يا ماما، انا الليله دي لازم اكون اشك واحده في الحفله. طب شهيري يا حبيبتي الضيوف جم والست بتسال عليك. حاضر. ودلوقتي بقى هتشوفي بنتك وهي لابسه الفستان الجديد النوب اللي لسه بشوكه. اسمعي يا ماما، انت تغمضي اوعي تفتحي لما اقول لك، فاهمه؟ حاضر يا ست. خلاص لسه وخلاص لسه ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فستان اما حته مقلب. مساء الخير. الله 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 يا صلاة النبي، تبارك الخلاق فيما خلق، خلق فأبدع. حسن تعالى كده شويه. ايه؟ تعالى كده شويه. ايوه كمان كده شويه. الله فكرتني يا حسن بالذي مضى. تعالي يا أوزة، تعالي في حضني يا أوزة، تعالي. ايه ده؟ ايه ما تفوق بقى يا اخي، بطل الحركات بتاعتك دي. ايه دايما كده داخل بزيطه والليله. احمد ربنا ما جبتلكش معايا مزيكة حسب الله عشان تزفك. سي سؤال جيب جواب جاوب لي بسرعه. من اين لك هذا؟ رحت صدناوي ناوي اشتريت فانيلات وشرابات ودفعت الفلوس واستلمت البضاعه. بصيت لقيت بقدره قادر الفانيلات والشرابات فستان. يبقى حصل غلط في الاستلام. يا سلام، طبعا عرفتها لوحدك دي. طبعا لوحدك. فالح قوي. سعيدة يا ولاد. اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا ستي؟ ازيك يا سي حسن بيه يا ابني؟ ازيك يا ماما؟ وحياة النبي صحيح انت في اجازه محدش بيشوفك. لا ده انت زودتها قوي. امبارح كانت عندي علي هانم وحرم ابو النجا باشا وبنتها وكل اعيان المنصوره جايين يسلموا على حضره الباش مهندس اللي بقاله سنه غايب في البحر الاحمر، وحضره الباش مهندس داير على حل شعر. مش اجازه يا ماما، ولا انا مش اجازه. اجازه؟ طب يا ابني والنبي ده انا بتكسف ببقى بنص هدومي ما بعرفش ارد عليهم اقول ايه لما يسالوا عليه. طب دي بنت ابو النجا باشا كانت جايه امبارح لابسه حته فستان لكن درنيكري موديل من عند كارفن من باريس. انت مش ناوي تعقل بقى يا حسن وتحس بالناس؟ مظبوط يا خالد. احس بالناس كده يا ماما؟ هو دولاب كتب هشتريه؟ مظبوط يا حسن. يا اخويا ما تتلهي بقى وتنكتم وانت لسانك طويل زي امك. مظبوط يا خالد. بنات العائلات كلها بتترمى تحت رجليك وحضرتك ولا انت هنا ولا حاسس بيهم. مظبوط يا خالد. يا ماما انا مش ممكن اتجوز الا اذا حبيت. مظبوط يا حسن. ما هو اسمع بقى ما اقول لك يا واد انت اما تحب على كيفي انا، ولما تتجوز على مزاجي انا. مظبوط يا خالد. هو ايه اللي مظبوط يا خالتي؟ مظبوط يا حسن مظبوط يا اخي، انا حر احب واتجوز زي ما انا عاوز. اخرس ما تفتحش بقك، لما احب اتجوز هبقى اقول لكم. بسيطه، سيبوا المساله دي عليا. وهتفضلي قاعده كده لبكره؟ وده اسمه كلام ده يا نعمه؟ يعني لو كنت سمعتي كلامي مش كنت وفرت علينا الفلوس دي اللي راحت؟ راحت ازاي؟ ده المحل بتقوله لازم يجيب لي فستان. انا من بكره هروح واتخانق معاه. الست بتقول لك اسمعي يا حاج اهي طالعه يا بنت. يلا يلا يا نعمه، يلا يا بنت ربنا يهديلك نفسك. يلا البسي الفستان ده واطلعي. وامي ما تخليش الست تزعل مننا. كل حاجه الست قالت نامي وقالت قومي وقالت كلي وقالت اشربي. والنبي يا رب توب علينا من الاوامر دي بقى. مش ده فستان كوثر وجزمتها كمان؟ ما هو كل اللي بتعمل هدوم كوثر مش بنت الداده بتاعتهم. اللي يشوفها في المدرسه ما يقولش عليها بنت الداده. طالعه فيها. ما تطلعش فيها ليه؟ الأولى والشاطرة. لا تقول أصلي وفصلي، إنما أصل الفتى ما قد حصل. يلا يا جماعه ما قلبت الشمع ونقول كل سنه وانت طيبه يا كوثر. طب والنبي كمان شويه يا طنط، عايزين نرقص، عايزين نكمل. انت مش هتفتحي؟ دي مش
بنتي، ما انت اللي اتحدفتي عليا. ايه ده يا داد؟ مش تخلي بالك كده وسختي لها الفستان؟ طب نضفيه بقى. حاضر حاضر يا بنتي.